سادتي، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء والذي يستضيفنا فيه أحد لاعبي الإنجاز الكبير لريال مدريد وأحد لاعبي منتخب المغرب لكرة القدم. أعتقد عرفتموه، بطل أوروبا مع فريق ريال مدريد ولاعب المنتخب المغربي لكرة القدم، براهيم دياز. براهيم، مرحبا بك في بين سبورتس. شكرا جزيلا على الاستضافة وعلى الدعوة، وسعيد جدا بأن أكون موجود معكم. حان الآن الوقت للحديث قليلا عن دورك في المنتخب المغربي. كيف اخترت اللعب لمنتخب المغرب؟ بالحب الذي لمسته والمشاعر التي استقبلتها من الجميع، وأنا ممتن لإسبانيا والمغرب لأنني شعرت دائما بهذا الحب في كلا البلدين، ولكن في النهاية اخترت المغرب بقلبي. وكيف كان استقبال الجمهور والشعب المغربي ككل لك حينما وصلت لأول مرة إلى المغرب؟ في الواقع كانت مشاعر رائعة جدا، وأنا ممتن لجلالة الملك محمد السادس، وممتن جدا له، وممتن لكل الشعب المغربي بسبب الحب الذي شعرت به، وكذلك الطموح الذي لديهم ولدي أيضا لتحقيق الكثير من الإنجازات لهذا البلد والفوز بالكثير من الألقاب. هذا ما أتمنى أن أحققه، أن أفوز بلقب بالطبع مع المنتخب المغربي وبقميص المغرب لكل الشعب، وهذا يجعلني أشعر بالقشعريرة فقط بمجرد التفكير فيه، وكذلك الرئيس ورئيس الاتحاد وكذلك المدرب الناخب الوطني، والذين كانوا جزءا من هذه المنظومة من أجل أن أكون مع منتخب المغرب. كيف كان أول تجمع لك مع المنتخب المغربي، رغم أننا شاهدنا صورا وكأنك تعرف الجميع وكأنك كنت متواجد مع الفريق منذ فترة طويلة؟ نعم، أنا دائما ما أكون على طبيعتي، وأتحدث دائما بأنني تربيت على قيم ومبادئ إيجابية. عرفت كيف أتعامل مع الآخرين، أعرف كيف أكون جزءا من العائلة، وأن أكون مثالا لمساعدة الزملاء واللاعبين الشباب الصغار. نعم، أنا لازلت شابا، ولكن بالطبع ربما يكون لدي الخبرة أكثر من هؤلاء، من بعض اللاعبين الصغار. إذا نحن مجموعة وعائلة واحدة، وبالطبع نريد أن نحقق إنجازات للكرة القدم المغربية، وهذا ما نفكر فيه. ونعم، تأقلمت بصورة ممتازة. لحسن الحظ لدي زميل مثل أشرف حكيمي، وأشرف قضيت وقتا طويلا معه وأنا أعرفه جيدا، وبالتالي هو سهل علي مرحلة التأقلم، ولكن دائما بالقيم والمبادئ، وأن يعرفوا بأنني جزءا منهم، من هذه العائلة، ولدي نفس الرغبة ونفس الطموح مثلهم، وأن أكون لاعبا لريال مدريد كذلك. فكل هذا جعل من المجموعة أن يروا بأنني بالفعل لدي رغبة في أن أحقق إنجازات كبيرة معهم. وكيف كانت المباراة الأولى لك؟ كانت مباراة جيدة. تعرضت للكثير من الضرب في بعض الأحيان، هذا صحيح، ولكن هذا طبع هذه العائلة، ولدي نفس الرغبة ونفس الطموح مثلهم، وأن أكون لاعبا لريال مدريد كذلك. فكل هذا جعل من المجموعة أن يروا بأنني بالفعل لدي رغبة في أن أحقق إنجازات كبيرة معهم. وكيف كانت المباراة الأولى لك؟ كانت مباراة جيدة. تعرضت للكثير من الضرب في بعض الأحيان، هذا صحيح، ولكن هذا طبيعي. أنا أحب عندما أتعرض لمثل هذه الركلات، لأنني أريد أن أنهض مرة أخرى، وهذا يجعلني أن أكون مستيقظا خلال المباراة، أن أكون فعالا، أن أحاول أن أساعد الفريق. وفي الواقع كنت سعيدا جدا، وبدون شك ما سيأتي سيكون أفضل بكثير، لأننا عندما نتحدث دائما ما يكون هنالك مرحلة من التأقلم بالتأكيد في البداية، ومجموعة لم ألعب معهم من قبل، ولكن أعتقد أن ما سيأتي في المستقبل هو الأفضل كل المباريات القادمة، وحتى هذه اللحظة أنا سعيد جدا.
مع المنتخب لعبت كجناح ولعبت أيضا كوسط ميدان. نعم هذا صحيح. في المنتخب ألعب أكثر ناحية الوسط، ولكن في أي مركز يضعني فيها المدرب سأكون سعيدا. نعم أنا ألعب أكثر بالقرب من وسط الميدان من أجل أن أكون بين الخطوط، وأن أحاول أن أصل بالكرة إلى الأمام، وأن أجد هذه المساحات من أجل أن نصنع الخطورة. قلب الدفاع يخرج ناحيتي، وبالتالي يكون هنالك مساحة في خلف المدافع، وكذلك من أجل أن نساعد المهاجمين. إذا أن نحاول أن نخلق الخطورة. إذا أغير من مركزي. في المباراة الأخيرة لعبت أكثر من الخارج، ولكن بعد ذلك دخلت في العمق من أجل أن يكون هنالك تفوق عددي. ولكن نعم الآن أنا ألعب أكثر بالقرب من منطقة خلق الفرص والإبداع. وما هو مركزك المفضل؟ المكان الذي يضعني فيها المدرب، دائما ما أقول ذلك، هذا هو مركزي المفضل، المكان الذي يختاره لي المدرب. وكيف هي المنتخبات الإفريقية؟ رائعة جدا. في الواقع لعبت فقط في المغرب حتى الآن، وشعرت بحب كبير ومشاعر كبيرة، وآمل أن أرد هذه المشاعر وهذا الحب على أرضية الميدان، وأن أرتدي قميص منتخب المغرب. وبشكل عام أعتقد أن الأجواء كانت رائعة جدا. هم يحبون ويعشقون كرة القدم هناك، وبالتالي يجب أن نشكل هذه العائلة ليس فقط داخل الملعب ولكن خارج الملعب، أن نحقق هذه الإنجازات المهمة، أن نحقق كأس أفريقيا في عام 2025 في المغرب على أرضنا، وبعد ذلك أن نحقق المزيد والمزيد من الألقاب. كيف هي المباريات في إفريقيا؟ تختلف عما كنت تعرفه هنا في أوروبا؟ هي كرة قدم تتحلى بالشراسة أكثر. ربما ينتظر البعض الخروج في الهجوم المضاد، في بعض الأحيان يخرج قلب الدفاع ويترك مساحات في خلفه. هي كرة قدم تعتمد على الالتحامات أكثر، أن تحاول أن تراوغ وبعد ذلك تحصل على مخالفة. أعتقد أننا كفريق وكمنتخب خاصة نلعب ونهاجم، وكذلك لدينا فريق جيد جدا من الممكن أن نلحق الضرر بالمنافس في أي لحظة. هي كرة قدم مختلفة، ولكن كرة القدم هي كرة القدم في أي مكان في النهاية. يبدو طريق معبدا للمنتخب المغربي للتأهل إلى كأس العالم في أمريكا وكندا والمكسيك. هل لأن المنتخبات الإفريقية أو المنافسة التي واجهها في مجموعته ضعيفة، أم لقوة المنتخب المغربي؟ أعتقد الآن يوجد جيل، أو حتى المغرب كان لها دائما أجيال رائعة من اللاعبين، ولكن في الوقت الراهن نتحدث عما حصل في كأس العالم وما يحققه المنتخب المغربي حتى الآن. إذا نريد أن نستمر على نفس النسق. التأهل إلى كأس العالم الآن بات شيئا عاديا، والوصول إلى مباريات نصف النهائي وإلى النهائيات كذلك في البطولات الكبرى هي أمور عادية جدا الآن، وهدفنا هو أن نضغط وأن نستمر في تحقيق الانتصارات والإنجازات الكبيرة. ولكن بالطبع الآن هنالك جيل جيد جدا من الممكن أن يحقق الكثير من البطولات الكبرى. كونك الآن مع المنتخب المغربي دولي مغربي يدخلك في المسابقة على الكرة الذهبية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم. هل تهمك هذه المنافسة؟ هل تريدها؟ هل ترغب في هذه الجائزة؟ بالطبع كثيرا تهمني كثيرا. أنا بالطبع أفكر في هذا، وما أفكر فيها أولا وقبل أي شيء هو أن نحقق الانتصارات من أجل المنتخب المغربي والشعب المغربي، ومن أجل أن نفوز بالألقاب ونحقق الإنجاز. هل عرفت مشاهدي بين سبورتس بمسارك بتاريخك؟ كيف بدأت كرة القدم؟ منذ أن كنت طفلا كنت أحب الكرة، وكنت أمسك بكرة دائما بيدي وبين أقدامي، وكنت أقضي الوقت كله بالكرة. ولدت في مالاغا، وتعلمت
الكثير من الأشياء هناك. تربيت في مالاغا في حي متواضع، وتربيت على قيم ومبادئ إيجابية من أهلي وأنا ممتن لهم. لدي الكثير من الشقيقات، ولكن دائما ما كنت ألعب بالكرة، وهذا ما أتذكره دائما، أنني كنت أمسك دائما بالكرة. تربيت في حي في مالاغا، هذا ما أتذكره جيدا. وبعد ذلك إلى مانشستر. لماذا تركت مانشستر سيتي؟ كان قرارا اتخذته رفقة عائلتي في هذه اللحظات، وعائلتي دائما ما تساعدني في اتخاذ هذه القرارات. وفي النهاية أعتقد بأن دائما ما تقدم لي عائلتي النصيحة، وفي الواقع أعتقد أنه كان القرار الأفضل بالنسبة لي. فأنا من مالاغا، وبالتالي ممتن لنادي مالاغا، ولكن في مانشستر تعلمت ثقافة كروية مختلفة تماما، وكرة قدم مختلفة، وكرة القدم تطورت كثيرا عندما وصلت إلى هناك. ومانشستر سيتي فازوا بالكثير من الألقاب، وبالتالي كانت فترة مهمة جدا للتعلم والتطور عندما وصلت إلى مانشستر، وكذلك أن أخصص كل وقتي لكرة القدم. ولكن عندما تأتي إليك فرصة ريال مدريد، فهذا هو أفضل ناد في العالم، وعندما تأتي هذه الفرصة فلا يمكن أن تفكر في أي شيء آخر. عندما قلت في يوم تقديمك أن هنالك الكثير من الخيارات، ولكن في رأيي كان هنالك ثلاثة فقط: الأولى ريال مدريد، والثانية ريال مدريد، والثالثة ريال مدريد. وبالتالي كنت أريد أن أنضم لريال مدريد، وبالتالي لم أفكر مرتين. لكن في ريال مدريد المنافسة قوية وصعبة، خصوصا بالنسبة لشاب في مقتبل العمر مثلك أنت. نعم، هذا صحيح. عندما وصلت كنت شابا صغيرا، وكان علي أن أتأقلم في أفضل ناد في العالم، وبالتالي مستوى التنافس كان عاليا جدا هنا. وفي البداية أعتقد أنني وجدت بعض الصعوبات، ولكن مع زيدان حصلت على المزيد من دقائق المشاركة، وهدفي في أنويتا كذلك كان مهما جدا بالنسبة لي. وأنت تتحدث عن أفضل نادي في العالم وأفضل اللاعبين في العالم في هذا النادي، وبالتالي الأمور كانت مهمة جدا. وكانت فترتي الأولى في ريال مدريد فترة مهمة جدا من أجل أن أتعلم وأتطور رفقة العديد من النجوم الكبار، يعلموني الكثير من الأشياء، أتحسن وأتطور معهم، وهو أفضل ناد في العالم، وبالتالي هنالك أفضل اللاعبين في العالم كذلك. كانت فترة مهمة جدا أن ترتدي القميص الأبيض لريال مدريد، فهو أمر استثنائي، وأن تكون شابا صغيرا، فأنا فخور جدا بهذا. لهذا عدت ثانية إلى الميلان رغم أن كانت هناك أندية أخرى كانت تريدك. نعم، هذا صحيح، وأنا ممتن على الحب الذي لمسته هناك. كانت فترة مهمة جدا، وهو ناد قدم لي الكثير، وأنا أيضا قدمت لهم الكثير، واستقبلت الكثير من الحب من الجميع، وحتى يومنا هذا أنا When I think of the quickest route to my dreams, I think of Olymp Trade. إنها كانت خطوة مهمة جدا في مسيرتي، وقرار كذلك مهم جدا من جانبي ومن جهة، وهذا ما أسعى إليه. ولكن هنالك إحصاء، لم يكن هنالك لاعب ريال مدريد فاز بالكرة الذهبية الأفريقية. لما لا أكون أنا الأول في تحقيق ذلك؟ ولكن يجب أن نفكر أولا في الأهداف الجماعية وبعد ذلك الفردية. هذا العام والفوز بالدوري ودوري الأبطال، وكذلك نتحدث عن أشياء مهمة. أريد أن أقدم أفضل ما لدي مع منتخب المغرب من أجل أن أحقق مثل هذه الجوائز الفردية. بدون المجموعة من المستحيل أن تحقق مثل هذه. كانت خطوة مهمة جدا في مسيرتي، وقرار كذلك مهم جدا من جانبي ومن جانب والدي. هل فكرت في البقاء في الميلان بعد أن أصبحت لاعبا مهما في الفريق؟ من الصعب جدا أن تغادر ناديا الجميع يحبك فيه، ولكن نحن حققنا بالفعل الكثير من الإنجازات بعد سنوات مع الميلان، ولكن ريال مدريد هو ريال مدريد في النهاية.
أن تكون في ريال مدريد فهو حلم كبير بالنسبة لي، أن أنجح في ريال مدريد فهو حلم بالنسبة لي، وأنا أعيش الآن هذا الحلم. ولا زلت كذلك أتابع ميلان وأشاهد مباريات الميلان وأشجعهم في كل مباريات. هذا صحيح بسبب كل الحب الذي لا زلت أستقبله من الجميع. ولكن في النهاية أنا في أفضل ناد في العالم، ريال مدريد. مع العودة إلى ريال مدريد كنت تعرف ما ينتظرك من منافسة، لكن هذه المرة جئت واثقا في قدراتك. نعم، هذا صحيح. نتحدث عن فترتين مختلفتين. الفترة الأولى كنت شابا صغيرا جدا، ولكنني عرفت كيف أستغل الفرص التي حصلت عليها في تلك الفترة. ربما تعرضت لبعض الإصابات الخفيفة، ولكن كان هنالك أيضا نجوم كبار جدا، ولكنها كانت خطوة مهمة جدا من أجل أن أمضي قدما في مسيرتي الاحترافية وأن أتعلم الكثير من الأشياء. وميلان جعلني أشعر بأنني لاعبا مهما، وأن أعود بعد ذلك إلى هنا وأستفيد من هذه الخبرات، وأن أكون أمام فرصة للتطور والتقدم، وأن أحقق ما كنت أحلم به دائما، وهو النجاح في ريال مدريد. وأن أحقق ذلك الآن. أجد نفسي بأنني في حالة جيدة وبثقة كبيرة. أجد نفسي بأنني في حالة ممتازة على أرضية الميدان، وبالطبع عرفت وتعلمت كيف أهاجم المساحات، كيف أخلق الخطورة على المنافسين، وتطورت دفاعيا أيضا. وكان موسما رائعا بالنسبة لريال مدريد، ولك أيضا بحيث أتيحت لك فرصة التألق وفعلت. نعم، هذا صحيح. كان موسما مهما جدا، وكان لي دور مهم كذلك في الفريق في هذا الموسم. وبالطبع موسم للذكرى، كان موسما استثنائيا لا يصدق في الواقع، وخاصة أنه كان لي دور مهم في الفريق. هذا ما كنت أفكر فيه. زملاء رائعين، لدينا مجموعة رائعة من اللاعبين كبار من مستوى عال، ونحن كعائلة، وهذا ينعكس على أرضية الميدان. وعلى الصعيد الشخصي كان كذلك موسما استثنائيا، أنني كما أسلفت دوري كان مهما في الفريق، وساعدت أيضا الفريق في تحقيق الكثير من الأشياء المهمة، وهنالك الكثير من المواهب. كيف يبدو لك ريال مدريد الموسم المقبل؟ من الصعب تكرار إنجازات مثل إنجازات الموسم الماضي. هذا هو ريال مدريد، لا يجب أن تكرر، بل يجب أن تتطور وتقدم أكثر وأكثر. في هذا الموسم أو الموسم الماضي خسرنا مباراتين فقط طوال العام، وهذا أمر لا يصدق بالطبع. أعتقد أنه كان إنجازا كبيرا، ولكن هذا هو ريال مدريد. هذا العام نحن نريد أن نفوز بال16، نريد أن نستمر في الفوز بلقب الليغا وأن نفوز بكأس الملك، وكذلك هنالك أيضا مونديال الأندية وكأس السوبر الأوروبي وكأس السوبر الإسباني. ريال مدريد ينافس على كل لقب، وبالتالي علينا أن نقدم أفضل ما لدينا. ولدينا لاعبون جدد سيأتون إلى النادي من طراز عالمي، وسيعززون من قوة هذا الفريق. وكيف ترى دورك فيه؟ سيكون دوري مهما كذلك، ولدي رغبة كبيرة في أن يبدأ هذا الموسم الجديد وأن أرتدي القميص الأبيض، قميص ريال مدريد. فهذا شعور لا يمكن شرحه أو وصفه، وبالتالي أنا متشوق لذلك، وأن أرد الحب الذي تلقيته من كل المدريديين على أرضية الميدان. تحدثنا. يجب أن أواصل دائما في تقديم أفضل ما لدي وأقدم أفضل نسخة مني. شكرا لكم سيداتي سادتي على حسن المتابعة، وإلى الملتقى في لقاء آخر. توجهت بعثة المنتخب الوطني المغربي الأولمبي مساء يوم الأحد إلى مدينة ليون الفرنسية تحسبا للمشاركة في أولمبياد والتي ستقام في باريس، حيث سيبدأ اللاعبون المرحلة الثانية من التدريب بالتحاق لاعبين آخرين في ليون. وسيخوض المنتخب المغربي مباراة ودية قبل دخول رحب المنافسة، ويتواجد المنتخب المغربي في المجموعة الثانية
إلى جانب الأرجنتين وأوكرانيا والمنتخب العراقي الشقيق، وسيخوض أصدقاء رحمية أول المواجهات أمام المنتخب الأرجنتيني يوم 24 من شهر يوليوز على أرضية ملعب جيوفروي جوشارد بمدينة سانت تيان. وبنفس الملعب سيواجه المنتخب الأوكراني يوم السبت 27 من شهر يوليوز في ثاني مبارياته، على أن يختتم الدور الأول بمواجهة المنتخب العراقي، وذلك يوم الثلاثاء 30 من شهر يوليوز، وذلك بملعب نيس. فبالتوفيق للمنتخب الوطني المغربي الأولمبي، والذي يطمح لتحقيق ذهبية